رد فعله. يعني واحد ممكن يقول وانا كنت هعمل ايه، وممكن واحد تاني يقول وانا هرد عليهم ليه. طيب الحاجتين مختلفين تماما. الرد الاول وهو اللي هو يقول لك انت ما ردتش عليهم ليه، انت ما حافظتش على كرامتك ليه، فيقول هو انا كنت هعمل ايه. يعني هو ما فيش اي حاجة ما ينفعش نقول ان في مواقف ملهاش رد فعل. لا، لازم يكون في رد فعل، حتى لو كان رد الفعل ده هو ان انا اصمت او انسحب. لكن لما انا بيبقى في عقلي من جوه اللي هو انا اصلا كنت هعمل ايه، هنا يعرف الموقف ده بالسلبية. يمكن الفكرة توضح أكتر لما نتكلم بقى عن رد الفعل المسالم. طيب الشخص المسالم لما بيحصل موقف بالنسبة له مهين أو محرج، وتيجي تقول له أنت ما ردتش ليه في الموقف ده، ليه محافظتش على كرامتك ليه، أنت كان مفروض تعمل كذا وكذا، يقول أنا هرد عليهم ليه. طيب ايه الفرق بقى؟ ما هو ده ما ردش وده ما ردش، ليه بنقول على ده سلبي وليه بنقول على ده مسالم؟ لأنه المسالم عنده رد فعل حاضر في ذهنه، يعني عنده أكشن كان ممكن ياخدها، بس هو اللي قرر مع نفسه إنه ما ياخدهاش. يعني هو كان ممكن يرد وعارف لو رد هيعمل إيه بالظبط، بس هو قرر إنه ما يعملش كده. طيب يبقى في فرق بين الاتنين.